السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلًا بيكم يا حبايبي، معاكم أم أحمد من قناة بيت العيلة. إن شاء الله النهارده هنعمل مع بعض الحواوشي، هنعمله بطريقة حلوة أوي، و هنعمله بالفراخ مش باللحمة، وهنعمله بطريقة سهلة جدًا، 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 ومقادير بسيطة خالص. أول حاجة معايا نُص كيلو دقيق أهوّة أو 3 كوبايات دقيق، عليهم رشة ملح، وخميرة عندي طبعًا فعّلاها ربع ده لبن كان رايب عندي، تمام. لبن حليب ماشي، مش عايزة تعملي بلبن خالص، بس صدقيني باللبن هتفرق كتير، خلاص. وهناخد معلقتين زيت، أنا هاحط زيت زيتون لإن زيت الزيتون برضه هيخلّيها غنية شوية، على رشة الملح أهو والخميرة بتاعتي متفاعلة، طبعًا إحنا قُلنا قبل كده ربع كوباية مَيّة، عليها الخميرة، معلقة سكر كبيرة، تمام، أي نوع خميرة، وهنحط معلقتين الزيت، وهنقلّب كده، اللي ما بيعرفش يعجن زيي بالمعلقة كده، يعجن بإيديه عادي وعجان، خلاص. وهنحط زبادي واحدة واحدة أو اللبن الرايب أو لبن الحليب، أي حاجة هتعجني بيها أو مَيّة دافية، خلاص، واحدة واحدة عشان خاطر العجينة تبقى معايا تمام وتاخد حقها، متطراش مني وكده. طبعًا الدقيق بيفرق يا جماعة، فنخلّي بالنا شوية، تبقى العجينة ملزقة بعض الشيء كده، ما نخلّيهاش يعني تبقى لينة يعني ما تبقاش ناشفة أوي، خلاص، تمام كده. نضّفت طالما الوعاء نضف وإيديا نضفت خلاص يبقى هي كده تمام، خلاص هاسيبها تخمر وهاشوف الحشوة بتاعتي. دي فراخ صدور فراخ مفرمها، وده بصل، والتوابل بتاعتي وفلفل ألوان لو عندِك أو فلفل حامي. هنجيب الفراخ أهيّة هنحطها بالشكل ده، وهنحط عليها البصل، ده حوالي نُص كيلو فراخ عليهم ربع كيلو بصل مفروم، خلاص. وهنبتدي بقى نحط معلقة توم مفرومة صغيرة، عايزة توم باودر ما فيش مشكلة، شوية زعتر برضه بيدّيها طعم حلو، شوية كاري، شوية توابل، بابريكا، فلفل، تمام، بهارات. تبّليها بقى براحتك علشان خاطر طعمها، بس كل حاجة رَش علشان خاطر تحسّي بطعم فعلًا الحاجة اللي فيها، خلاص. كل حاجة رشّة خفيفة كده، مش هاقول لِك لا معلقة ولا نُص، لأ رشّات كده، وهاحط أقلّب كويس مع بعضه، خلاص. طبعًا عايزة كزبرة، بقدونس، الكلام ده كله، رشة خفيفة أهيّة، والملح، وهنبتدي نقلّبها لحد ما تنعم معايا. ده الفلفل الحار أنا عشان ولادي هاخلّيه أحطه في بعض عيش وعيش تاني لأ، ماشي، هاخلّيه ساعة ما آجي أفرده. العجينة ما شاء الله عليها خمرت، طبعًا الجو طبعًا برد جدًا، فأنا عملت ولعت الفرن وطفيته وجيت حاطة العجين في قلبه، فعلى الصهد بتاع الفرن ما شاء الله كان دافيان وكده وخمر بسرعة جدًا. وهاكوّره بالشكل ده الحجم اللي تحبيه، خلاص. بادهن صينية كده صغيرة وتحتها الزيت، وباكوّر كده لحد ما اخلّص الكمية واغطّيها عشان وشها ما يتغيّرش، خلاص، لحد ما اخلّص الكمية بتاعتي كلّها واسيبه يرتاح شوية صغيّرة عشان أعرف أعمله. شايفين العجينة ما شاء الله عليها، من قبل ما اسيبها ترتاح ولا أي حاجة تحسّي إن هي ليّنة جدًا في إيدي، خلاص. هافضل أكوّر كده لحد ما اخلّص الكمية بتاعتي كلّها، وهنبتدي بقى أهو، ويتفرد من غير فرادة، بس أنا عايزة عشان ما يبقاش معلّم كده هاعمله بالفرادة أحسن، أهو. في ناس بتبطّطه على زيت، أنا يعني مش حابة الزيوت أوي كتير، بس ده عادي. طبعًا عشان خاطر الفراخ نسيت أقول لكم عشان تبقى دسمة بعض الشيء، كنت حاطة عليها حتة دهن أو ليّة زي ما بتسموها، عشان بتسيح كده في قلب العيش، بتدّي طعم حلو وبتبقى صحية أكتر كمان ما تحطي مثلًا زيت أو الكلام ده كله، ماشي، لإن بتبقى حاجة طبيعية. خلاص هاحط كمية مناسبة واحاول أفردها كويس وأتَّك عليها عشان خاطر ما تبقاش منعكشة كده. وحطيت أنا الفلفل حامي، خلاص. عايزة تحطي فلفل ألوان ما فيش مشكلة، أنا ما عنديش. هاحط فلفل الحامي عشان أنا باحبه حراق، بس ولادي لأ طبعًا. وهاجيب رغيف تاني وهاقفّل عليه بالشكل ده، خلاص. أهم حاجة التقفيل عشان ما يفتحش في الفرن، خلاص. بالشكل ده أبرمه كده من على الحروف بشكل حلو. حابة مش عارفة تعملي كده بشوكة وتقرصي عليه من على الحروف، تقرصي عليه تضغطي عليه من على الحروف، خلاص. دي طريقة تانية، أنا هاعمل لكم أكتر من شكل، والطريقة اللي تعجبكم اعملوها، خلاص. كده الرغيف معايا خلص، وهاعدله كويس واسويه،
وهاجي جايبه شوكه ومخرماه كده عشان خاطر ما يقبش معايا في الفرن، عشان برضو كمان يتنفس من جوه. ده رغيف تاني برضو، بس عملته ايه، هعمله يعني مش هحط فوقيه رغيف، لا هعمله هو بس ايه، هتنيه على بعضه كده. ده مثلا ايه، مش حابب رغيفين فوق بعض، لا ممكن برغيف واحد. ده انا بعمله لولادي، بيبقى سهل كده وبيعرفوا يمسكوا في ايديهم وكده. خلاص زي ساندوتش، وبقفله بنفس الطريقه وبعمله برضو بالشوكه. خلاص ده بيبقى خفيف جدا وحلو قوي. خلاص برضو هنعمل شكل تاني بفرده جامد، ده عامله تقريصه كبيره شويه، وهحط في اللحمه في النص. طبعا اللحمه فراخ براحتك، انا عاملاه بالفراخ، عايزه اقول لكم طعمه بالفراخ تحفه. ولو كمان عندك صدر بط ملوش حل، ملوش حل اكتر من اللحمه بكتير. بمسك الاطراف كده بقفل عليه. خلاص وبقفل الرغيف كده كويس بحيث ان اللحمه مقفل عليها. شكل مربع، شكل مدور، براحتك خالص. انا عملته بشكل مربع كده تغيير، وهقفله كويس وهتتقلب كده وتحطيه في الصينيه. يعني لما تيجي تحطيها تحطيه مقلوب كده لتحت، يبقى القفل لتحت. خلاص وهنشكشكه برضو نفس الكلام. وادي خلص معايا شكل. ودي بقى الطريقه التقليديه اللي احنا بنعملها كلنا، ان انا ببقى دهنه صينيه زيت وايديا زيت ومسحاه كله بزيت في زيت، وهفرده كده. شوفوا بيتفرد معايا، هو اصلا ما شاء الله عليه لين جدا. خلاص وهحط الحشوه بتاعتي برضو واقفله باي طريقه من الطرق اللي احنا قفلنا بيها. تمام. هولع الفرن بتاعي يبقى حامي جدا علشان خاطر ما ينشفش مني ويبقى طري. دهنت وشه كله زيت، مسحه زيت كده خفيفه من تحت ومن فوق. وادي العيش، عايزه اقول لكم حاجه ما شاء الله، بألف هنا وبألف شفا. شايفين متحمر حلو وطري من جوه، ومش عايزه اقول لكم هش قوي 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 قوي، وطعمه حكايه. العيش اتاكل حاف، اللبن بيخلي العيش جميل، والعجينه ما شاء الله عليها. ارجو تكون الحلقه عجبتكم، ان شاء الله انتظرونا في حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.